صباح الفل يا شباب. صاحيين من النوم الساعة دلوقتي 12. الوجبة الأولى معانا في التحميل 100 جرام ستيك و 350 جرام بطاطس قبل السوا. الملح النهاردة بتاع اليوم 8 جرام ملح، ابتدينا نعلي بقى ملح شوية، والمية ابتدينا نقللها شوية، بقت 6 لتر. لو تفتكروا كنا في الأول خالص 9 لتر مية، بقت بقينا 8 لتر، وبعدين كنا برضه الملح بنقل. دلوقتي احنا 8 جرام ملح، توتال الملح بتاع اليوم، و 6 لتر مية. تمام. زي ما انتم شايفين احنا يا دوبك هناكل الوجبه دي وهنزل على طول احلق كده عشان انتم شايفين ايه البهدله دي. وبعدها نروح نسجل في البطوله ونشترك فيها ان شاء الله. بس ويبقى طول اليوم بقى النهارده الاكتر ان احنا في البيت بنريح اكتر عشان نخف بقى من الاسترس والجسم يرتاح اكتر. واوريكم بقى وجبات اليوم كلها، كونوا معانا. الوجبه الثانيه في وجبات التحميل، واكتر وجبه مستنيها من امبارح، هي كريمو فرايس من يا جماعه ديسكاونت كود بتاعي من ما فيتنس باج. ويب سايت ما فيتنس باج مظبطين لي، جابوا لي كريمو فرايز، وده قريب ان شاء الله هينزل على ويب سايت ما فيتنس باج، بس هم جابوا لي انا هنا، شحنوه لي من دبي للسعوديه، بس يعني عشان بيظبطوا لي كده يعني. المهم سريعا، الكريمو فرايز بطعم السينابون. ماشي، دي معاهم بيريز، بس الاول هناخد معاهم 100 جرام صدور فراخ على الميزان كده، نوزن 100 جرام فراخ. بس كده، دول اللي دخلهم الميكرويف يسخنوا. وايه بقى نعمل الكريم فرايز؟ نجيب الطبق الجميل بتاعنا. يا جماعه الطبق ده طالع عين اهله، انا عارفين يا جدعان بجد ما عندوش اهل يسالوا عليه. يا بناكل فيه فراخ، ناكل فيه بدري بياكل فيه جرانولا، بنشرب فيه شاي، لان هو احنا ما طلعناش غير بكده. واحنا طبعا ربنا يسامحه الراجل بتاع الشقه، ولا في طاسات ولا في زي ما انتم شفتوا. واحنا جبنا الطاسه دي خيطنا بقى في 40 ريال ولا 30 ريال، على طبعا شويه شوك، على شويه حاجات، وجبنا اطباق بلاستيك وجبنا حاجات للمطبخ قد كده، ان هو مدينا المطبخ ولا شوك ولا معالق ولا اطباق ولا سكاكين ولا صابون ولا مناديل. يلا ربنا يسامحه. فاحنا جبنا اتخيطنا في 200 300 ريال كده، ودي بقى الوحيده اللي طالع بيها من مصر، مع العلبه تانية بلاستيك كنت حاطط فيها الفراخ. المهم سريعا، الكريم فرايز ده عباره عن ايه؟ عباره عن رز عادي جدا، بس يعني حاجه شبه دقيق الرز شويه، بس خفيف جدا 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 على المعده، وبيديك نفس الكربوهيدرات اللي انت اخدتها. يعني هناخد دلوقتي السكوب منه مثلا، السكوب 40 جرام. السكوب فيه قد ايه بقى كربوهيدرات؟ فيه 31 جرام كربوهيدرات، يعني من الاخر السكوب بيعادل من 100 ل 120 جرام رز مستوي من ناحيه البيور كارب اللي فيه. هناخد منه سكه 75 جرام. ده حلو جدا بقى ان هو خفيف جدا على المعده، وفي نفس الوقت بينفخ العضله، بيروح للعضله اسرع وبيحملك احسن. تجيب ميه مغليه عادي جدا، وتوزن تصب 150 مللي بالظبط، مش اكتر من كده يعني. هيبدا كده وهو في الميه المغليه هنقلبه كويس بالراحه لحد ما القوام بتاعه يتقل شويه. ايوه كده، انتوا شايفين؟ يعني حد يبقى عامل زي البودنج كده. اتاكد ان مفيش اي شويه لازقين تحت ولا فوق ولا اي حاجه. كحك كويس بالمعلقه، دخله الميكرويف دقيقه. عقبال بقى ما يخش دقيقه، هنحط على الفراخ شويه من ملح اليوم اللي احنا لينا. زي ما قلت لكم احنا لينا 8 جرام النهارده، فانا بوزنهم كلهم مره واحده وابدا اوزع منهم ايه على الوجبات. ده بلو بيريز وراسبيريز، من احسن نوع الفاكهه اللي انت ممكن تدخله في فتره برضو التحضير.
هو البلو بيريز او الراسبيريز او الفراوله، او برضو الرومان. بس احسن حاجات يعني منهم هم واخف حاجه للمعده والهضم هم البلو بيريز والراسبيريز، عشان الانتي اوكسيدنتس او كانت اسمها ايه بالعربي الانتي اوكسيدنت؟ مضادات الاكسده مهمه جدا جدا كفايده ليك للجسم، وغير كده خفيفه جدا على المعده، وكمان مليانه خلاص بقى مليانه فايبرز. طلع من الميكرويف نبدا نقلبه كويس جدا برضو تاني. ايوه كده اهو، دول شايفين تقل شويه بس كده. نبدا بقى نوزن 70 جرام بيريز، راسبيريز وبلو بيريز، و 75 جرام كريم اوف رايس، و100 جرام فراخ محطوط عليهم الملح الحمايه بتاعنا. ناكل الوجبه الثانيه ونلبس ونجهز عشان ننزل نروح نسجل في البطوله ان شاء الله. مش عايز اخلص الفراخ الاول بعدين اخش عليه، بس انا ايه هاكل معلقتين بعدين اخش على الفراخ يا جماعه يعني. تاكل الفراخ الاول يعني انت هي دي عملت غلطه. ما انا مش قادر بس اخد معلقه كده قدام الناس شويه بس نوريهم. لا هو فعلا طعمه قريب من السينابون، يعني تحس ان فيه ريحه قرفه كده وسكر، ومع بلو بيريز كده الصراحه اوف. حاجه جميله قوي 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 يا جدعان، الواحد كان مستنيها بقاله كتير. انا جائر يعني اوف. ناكل في السريع، ناكل بقى الفراخ الاول ونخلصها وبعدين نحلي بالجميل ده، بعدها نروح نسجل ان شاء الله. احنا دلوقتي اهو يا جماعه وصلنا قدام فندق رمادة. فندق هنا تقريبا في وسط مدينه الخبر شويه، مدينه شكلها حلو قوي 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 والاجواء لذيذه. الساعه 4:30 نخش دلوقتي نوزن، نسجل الطول، نسجل الوزن، نشترك في البطوله. استعنا على الشعب بالله وبسم الله رب البدايات نبدا. يلا بينا. طيب يا شباب احنا هنا مع كابتن يوسف. اهلا وسهلا، حياك الله، يا مرحبا. نتمنى لك التوفيق وان شاء الله تشرفنا وتشرف بناسك واهلك واصحابك ويشوفوك باجمل صوره مثل ما انا شايفك. ان شاء الله نشوفك باجمل صوره يا رب. والميداليه باخذها معي. ماشي. انت بتحصلها؟ مفيش مشاكل. انا اخذها. ونقسم الفلوس. لا كذا خربت، نعدلها. يلا شوف التسجيل، انت بتاخذ رقم واحد 115 و115 بالثنتين. ايه هذا رقمك انت، لكن انه بالفئتين. الفئه هنا الاسم ثم الجنسيه ثم تاريخ الميلاد ثم الايميل ثم التليفون، تليفونك في اي بلد. الخانه هذه الاهم اللي هي تكتب الفئه. عرفت لا؟ نفسها هنا مع اختلاف الفئه. الورقه هي نفسها ورقمك هو نفسه. نتمنى لك التوفيق يا مهند يا عريبي، وان شاء الله تشرفنا وتصير بطل الابطال يا رب. يا رب. كلك بركه. يا اهلا وسهلا، حياك الله. احنا دلوقتي اهو في اوضه التسجيل مع كابتن محمد محسن هنا من الاتحاد المصري. يعني بجد ماشي على الناس، هو جنبي جنبي كده يعني لو تفتكر دكتور تريتشي كده للاسف ما عرفش يرفعها، ودكتور دبي هو على فكره كان جندي مجهول وكان بيحاول يظبط لي ورقي سواء قرار وزاري يحاول كل ده، بس الحمد لله خلاص ربنا كتب لنا ان احنا نلعب السعوديه وهو كمان قال لي عليها، فان شاء الله بس محمد بالتوفيق ان شاء الله. التوفيق ان شاء الله. هو ان شاء الله عامل مستوى كويس وربنا هو ان شاء الله عامل مستوى كويس وربنا ان شاء الله يكرمه في اللي جاي باذن الله. هو حاول ان هو فعلا يطلع بطوله تشيلسي
ما حصلش نصيب، وبرضه بطولة دبي برضه ما حصلش نصيب، فقلنا له يجي يلعب البطولة هنا، والحمد لله ربنا كرمه وجه، وإن شاء الله ربنا يكرمه بإذن الله بالتوفيق. طبعا بعد البطولة على طول إن شاء الله. الحمد لله يا شباب، الحمد لله سجلنا البطولة ووزنا الطول، دفعنا الاشتراك وكل حاجة. روحنا دلوقتي الساعة 7 إلا تلت. دي الوجبة التالتة، 350 جرام بطاطس قبل السوا، و100 جرام فراخ مشوية بعد السوا. هناكل الوجبة الرابعة نفسها هي الوجبة التانية اللي هي كريم اوف رايس والبلو بيريز، وبرده 100 جرام تشيكن. والوجبة الخامسة اللي بعدها الأخيرة هتبقى زي امبارح، اللي هي الوجبة الخامسة الأخيرة، 120 جرام سلمون مشويين بعد السوا، 350 جرام بطاطس قبل السوا، وبس. وننام عشان بكرة لازم نريح جامد قوي، وناكل والأكل هيزيد أكتر، ونقعد نريح بس عشان بكرة الجمعة، ونصلي الجمعة كده، واليوم كله ناخده راحة وناكل. يوم السبت بإذن الله الساعة 8 الصبح نبقى بدأنا نروح هناك الفندق ونبدأ. والفيزيك هيلعبوا يوم السبت الساعة 8 الصبح. هتبقى معاكم كل حاجة بقى خطوة بخطوة. خلاص الحلقة الجاية هي الحلقة الأخيرة.